أهلا متتبعاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي. وفي الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في التحضير ديال الطاجين ديال الكفته. طريقه بسيطه وسهله بزاف وما كتاخذش منكم الوقت وكتوجد ديك الساعات. فندوزو للمقادير. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال البصل، ومعلقه صغيره ديال المليحه، شويه ديال الثومه محكوكه، الزعتر الا كان عندكم متوفر فيكون احسن، وواحد شويه ديال المعدنوس. انا بالنسبه للكفته كنستعمل فيها غير المعدنوس، ما كنستعملش قزبور. عندنا هنا نص كيلو ديال الكفته راه معطر بشويه ديال المعدنوس وشويه ديال العطريه والبصله كذلك. وهنايا عندي واحد الحبه ديال البصله كبيره مطحونه، والفرماج ديال الساندويتشات فقط هذاك اختيار، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه كيبقى لكم، والماء. فندوزو لطريقه التحضير. صافي هنايا كنشد الطاجين. اول حاجه كندير ديك البصله كامله فيه، كنرمي دوك التوابل عليه هكذا، يعني كنحط كلشي في دقه واحده، ما كان ماشي عاد كنشحر البصله عاد كنحط داكشي، لا كنحط كلشي في دقه واحده وكيجيني هكذا احسن، لانني كنختصر المراحل كاملين. صافي وغادي تزيدوا واحد الكاس ديال الماء كبير. هانتوما بالنسبه للماء انا قلت لكم كندير كلشي في الاول هكذا، حيت هاد البصله ديالي ما كنديرهاش انايا فيها الزيت، فقط كنخليها طيب غير بالماء، لان الكفته صافي فيها ديدن فما محتاجاش الزيت. بغيتو تضيفوا الزيت شويه ديال زيت العود ضيفوه بالنسبه للماء، اذا باش ما تضيفوها احسن. هكذا صافي هكذا، وغادي نغطي عليه ونديرو يطيب حتى طيب البصله ديالي مزيان، عاد غادي نضيف عليها الكفته. وهنايا هاد الاثناء هذه فجيت غادي نقاد واحد الشلاضه ديال الفواكه، غادي نشد هاد الخس هذا كندير انا وحده فوق وحده فوق وحده هكذا بالسربه باش كنقادهم. بالنسبه للخس حاولوا انكم تغسلوه مزيان، انا كيعجبني الخس هكذا يكون يعني مقطع. صافي قلت لكم هنا كيعجبني ان الخس يكون مقطع رقيق. من بعد ما كملته فكنشد هذاك الفريس كنبقى هكذا كنقطعو حتى هو، كلشي غادي ندوزو هنايا نقطعوه كامل. غير انا كتستعجبني انها ملي كتكون مقطعه هكذا وكتكون مقطعه رقيقه، يعني صغار، ما كنبغيش ندير قطع كبيره، يعني كديروا بالفواكه اللي عندكم. هذا كان فقط اقتراح. هكذا صافي. دابا عاوتاني غادي نجيب هذاك التفاح، غادي ندير واحد جوج ديال التفاحات هكذا، خليتهم بالجلده ديالهم. بغيتو تحيدوا لهم ديك القشره حيدوها، بغيتوش ما بغيتوش تحيدوها، يعني كيبقى اختيار لكم. هكذا كنبقى مكمله. صافي هنايا من بعد ما غادي نكمل التقشير ديال التفاح كامل، فغادي نجيب واحد نص حامضه وغادي نعصرها عليهم من الفوق بحرا باش انها يبقاو في اللون ديالهم، ما يتغيرش اللون ديال البنان ولا ديال التفاح. صافي وكتخلطوا وكتقدموها بهذه الطريقه. بالنسبه الى بغيتو تخلطوا الحامض مع شويه العسل وديروها كاصوص، يعني تسقيوها بها من الفوق ديروها. هنا جيت للطاجين. جيت للطاجين ديالي، هانتوما شوفوا البصله كيفاش كتولي طايحه. صافي هنايا غادي نبدا نحركها شويه بعدا اولا هكا،
هادشي دابا. صافي هنايا من بعد ما طابت ليا هاد الكفته ديالي بهذا الشكل هذا، فغادي نجيب هذوك القطع ديال الفرماج ديال السندويتشات هكا غادي نستفهم عليهم كاملين وغادي نغطيه عليه شويه يطيب. وهنا خوتي من بعد ما وجدت الغدا ديالنا فغادي نحلو على الطاجين. نتوما كيشفتوا راه باقي سخون بزاف، راه هذا الماء كله غادي ينشف، هذا غير ديال الفرماج باقي هكا. غادي ندير شويه ديال المعدنوس هكا من الفوق للتزيين، وغادي نحطو عليهم واحد الحره بهذا الشكل. وبالصحه والراحه. كنتمنى انه الا عجبكم الفيديو متنساوش تبارطاجيوه ولي لايك ديالكم.